كان صباح الثلاثاء، اليوم الذي انتظرته للحد الذي كان يمنعني من النوم. ظللت طوال الأيام السابقة له تراودني كوابيس ممتلئة بشبح نتيجة الثانوية العامة، ليأتي يوم الثلاثاء أخيرا بنبأ ظهور النتيجة، ليتلاشى معه كل الخوف والتوتر الذي ملأني حينها بقولهم إن نتيجتي مبهرة 98%. طرت فرحا، معدل فاق توقعاتي. لكن دعني أخبرك شيئا، عندما جلست لأتذكر ما مررت به طوال الثانوية العامة، اكتشفت أنني حقا كافحت لأصل إلى هذه النتيجة، وأن هذا المجموع لم يأتي صدفة. إليك 6 نصائح من طالب ثانوية سابق حقق ما تحلم أنت بتحقيقه الآن. ولكن قبل أن أخبرك بها، لا تنسى الضغط على زر اللايك ومتابعة قناتنا للمزيد من التحفيز اللانهائي. الثانوية العامة بعبع الطلاب يقع في فخ الخوف الخاص به كل من لا يلتزم بعادات تساعده على الاستمرار. أول نصيحة ذهبية لك: التزم بعادات تساعدك على المذاكرة وحتى مراجعة موادك أولا بأول، فالعادات هي ما تجعلنا نستمر رغم كل الصعاب التي تواجهنا. استيقظ باكرا، استجمع قواك، ذاكر، راجع معلوماتك. اعلم أن الأعمال كلها تنجز في الصباح بدقة تصل إلى 100%. امتلئ بالنشاط والتفاؤل، ولا تسمح لمثبطات الحياة حولنا أن تسحبك معها. تعلم كم تمنيت عندما كنت في عمرك أن يقول لي شخص ما: اقترب من الله. كل ما يهم الجميع في فترة الثانوية العامة أن تذاكر وتنجح وتجلب لهم الفخر الذي ينتظرونه منذ زمن، ويتناسون ترك تلك اللفتة الصغيرة لك. ذاكر واجتهد واعمل بكل قلبك، ولكن انتبه لصلتك بربك. الله هو الموفق، الله هو القادر على جعل ما تريد حقيقة. املأ قلبك بطمأنينة دينك، فكلما هدأت روحك كلما تمكنت من التحكم بحالتك النفسية والمذاكرة. بالنسبة للنصيحة الثالثة فهي ليست جديدة بالنسبة لك. علق أهدافك أمامك، اكتبها، لا تجعلها فقط مخزنة في عقلك. كتابة الأشياء يعني جعلها حقيقة في واقعك. كتابتها تذكرك في كل مرة تقع عينيك عليها أن تعبك يستحق. سهرك، كفاحك، وحتى دموعك كلها في سبيل هذا الهدف تهون. لا تسمح لنفسك بالتوقف. انظر لأهدافك، توكل وحارب لتصل. النصيحة الرابعة: أغلق كل صفحات السوشيال ميديا الخاصة بك. متابعة المشاهير وأخبار نزهات العالم ليست أولويتك الآن. إما أن تركز على هدفك، وإما أن تغرق في بحر من اللاشيء. المستقبل المشرق لا يبنى بالكسل، ولن تجد ولن تقابل كسولا ناجحا. كل من جلس وسط أخبار الناس اختفت إنجازاته. لا تسمح بالخوف من الوحدة أن تزعزع قوة سعيك لهدفك. أنا لم أرتاح وأركز في مذاكرتي إلا بعدما أغلقت هذه المنصات، فأنا لن أنشغل نهائيا بحياة غيري وأنسى هدفي الأساسي. نوع مصادرك، هذه هي النصيحة الخامسة لك. إياك والاعتماد على مصدر واحد، لا في المذاكرة ولا في المراجعة. نوع، انظر لأفكار الجميع وافهمها. لم تعد امتحانات الثانوية العامة معتمدة على الحفظ كما كانت في الماضي. كن شخصا ملما بكل ما يخص موادك. اخرج عن الصندوق، اشغل عقلك وتتبع ما خلف السطور. الوصول لأحلامك يتطلب تعبا وجهدا. لتتسلق جبلا عليك بذل مجهود خارق، ولا تنسى أن طعم الوصول للقمة مختلف وجميل. نصيحتي الأخيرة لك: احصل على قدر كبير من النوم. ارتاح، الطاقة لا تستحدث من العدم كما تقول الفيزياء. أنت بالطبع لا تريد أن تسقط في دوامة مرض بسبب الإرهاق المفرط. قلل من توترك، اعمل بذكاء. لا تجعل جسدك يتحمل ما لا يطيق، فينقلب عليك الأمر في النهاية بشكل لا تحبه. كافئ نفسك، ما زلت تملك حياة وأناسا بجانبك وأصدقاء يساندونك. اعثر على أكثر الأماكن أمانا واجلس.
استجمع الطاقة ودعها تخرج على شكل نجاح يسطره التاريخ. جملة أخيرة من أجلك: مهما واجهت من صعوبات أثناء الثانوية العامة، اصنع من هذه الصعوبات مطرقة تهد بها الجدار الفاصل بينك وبين حلمك. لا تنسى الضغط على زر اللايك ومتابعة قناتنا ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. وأخيرا أخبرنا في التعليقات ما الموضوع الذي تود منا التحدث عنه في الفيديو القادم. نراكم قريبا. سلام.